تعال احكي لك قصه وقول لي بتفكرك بمين. قصتنا بدات من مكان في عرض البحر سنه 1492. كان في مركب ايطاليه تايهه وكانت طالعه من مينا في اسبانيا والمفروض انها رايحه الهند، بس فجاه المركب دي وقفت ولقيت نفسها انها واقفه على ارض. نزلوا يشوفوا فيه ايه، لقيوا ناس عادي بس لونهم احمر شويتين، وكان معروف في الوقت ده ان الهنود سمر شويتين، فصاحبنا ده افتكر نفسه انه اكتشف ناس وارض جديده في الهند وقام مسميهم الهنود الحمر. قام باعت بقى على طول للكنيسه في اوروبا ان هو لاقي ناس وحياه وارض، فيلا ناخدهم عبيد عندنا وبالمره نضمهم للكنيسه بتاعتنا. وهوب فجاه مراكب من كل حته جايه من اوروبا علشان يشوفوا الكلام على ايه. تفتكروا بقى الهنود الحمر يسكتوا؟ لا طبعا، انتوا عايزين مين يبقى عندكم عبيد؟ ده احنا اسياد القاره. وهوب الخناقه قامت ما بينهم، بس الهنود الحمر لا حول ليهم ولا قوه باسلحتهم البدائيه، والجنب التاني باسلحه ومدافع متطوره جدا. بس برضه في الوقت ده عدد الاوروبيين مقارنه بعدد الهنود الحمر لا يذكر، فمن الاخر ما جوش معاهم سكه. قاموا قالوا لهم ايه بقى لما لقوا نفسهم خسرانين؟ ما تيجي نتصالح، ما تيجي نتصالح، وادوهم شويه بطاطين دليل على سلامه النيه يعني. وهو اسبوع وعينك ما تشوف الا النور، فجاه الهنود الحمر بداوا يورموا ويموتوا. اتاري بقى بتوع حقوق الانسان في الوقت ده كانوا مدينهم بطاطين فيها داء الجداد، ودي تعتبر اول حرب بيولوجيه في التاريخ الحديث. وفجاه الاشكال الضاله اللي موجوده في اوروبا بدات تروح امريكا، والاعداد زادت بشكل مخيف، وارتكبوا ابشع المجازر في حق الهنود الحمر وطردوهم من ارضهم. المؤرخين بقى بيقولوا انهم ابادوا الملايين من الهنود الحمر، ومش بس كده، ده تم تهجير القله اللي باقيه في الصحراء النائيه. علشان كده اللي ما يتسموش مش هم الدوله الوحيده اللي لا ليها لا اصل ولا فصل. ولحد دلوقتي اماكن تواجد الهنود الحمر ما فيهاش اي خدمات، لا صرف صحي ولا حتى موبايلات، انت متخيل؟ بس كلمه حق كتر خيرهم، قالوا لهم المناطق اللي انتوا قاعدين فيها دي تعتبر بتاعتكم واحكموها، بس مش قوي يعني عشان الحوار ما يوسعش مننا. عرفت القصه دي بتفكركم بمين؟ انا محمد فرج، سلام.